مساء الخير واهلا بكم وحلقه جديده من تحيا مصر. احنا بنتكلم دايما في ملف الامن الغذائي ومختصين بهذا الملف بكل الدوائر المهتمه بهذا الملف. النهارده هنتكلم عن يعني مجلس الشيوخ وتحديدا عن لجنه الزراعه بمجلس الشيوخ وما تداوله المجلس مؤخرا عن قضيه الحبوب الغله. حبوب الغله يمكن كان في وقت من الاوقات اصبحت راي عام والكثير تحدث عنها، لكن هناك الكثير والكثير مؤيدين لهذه الحبوب لأنها في صالح المخزون الاستراتيجي المصري. هنتكلم النهاردة مع المهندس عبد السلام الجبلي عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ. أهلا بحضرتك يا فندم. مشرفنا لأول مرة في تحيا مصر. أهلا وسهلا. منورنا. حابين نعرف قضية حبوب الغلة، يعني إيه حبوب الغلة الأول؟ هي عبارة عن إقراص من فوسفيد الألمنيوم، ده تركيبتها الكيميائية، بتستخدم في القضاء على الحشرات والسوس اللي بيصيب الغلة أثناء عملية التخزين. هي في صورتها الصلبة بتتحول إلى صورة غازية، يعني بتبقى عبارة عن أدخنة وأبخرة معاه بتتخلل الغلة أو الحبوب بوجه عام، وبتقضي على كل الحشرات وكل السوس اللي فيها. ده دورها ودي وظيفه اللي سمت فالغاز ده الغله مش على اساس الغله، هي الغله وباقي الحبوب. يعني سواء قمح او غيره. او غيره. طب زي ما قلنا هذه الحبوب يعني بيفوح منها عطور او يعني مواد ابخره بتقدر ان هي تحمي هذه الغله. لو ما استخدمناهاش ايه اللي يحصل؟ لو ما استخدمناهاش نخسر حوالي 40% من المحصول يتلف. ده الإحصائية اللي اتعملت بيها باستخدامها وغير استخدامها. فطبعا 40% ده رقم كبير جدا. على فكرة يعني تقريبا كل دول العالم بتستخدمه برضه. يعني هو واسع الانتشار، هذا المبيد واسع الانتشار، بس طبعا المبيدات عموما في استخداماتها لها محاذير في الاستخدام. هنتكلم اكتر واكتر. لماذا اثيرت هذه القضيه داخل مجلس الشيوخ؟ هو لما لقينا ان حصلت بعض حالات الانتحار لاستخدام الاقراص دي، فطبعا كان موضوع راي عام، فاحنا استدعينا في اللجنه، عملنا جلسه عندنا مخصصه لمناقشه هذا الموضوع، واستدعينا جميع المختصين سواء في وزاره الزراعه او وزاره الصحه لمعرفه وتبيين الحقيقه في هذا الموضوع. يعني نعرف بالظبط ايه الملابسات وازاي ده بيحصل وكيفيه تلافيها وايه التوصيات اللي نقدر نطلع بيها بحيث ان احنا نمنع او نقلل من الخطر من استخدامها. طيب احنا دلوقتي عندنا مشروع قومي الخاص بطبعا الصوامع، ومهم بالنسبه لنا كمان ان نعرف الاليات اللي بتتم لحفظ الحبوب في هذه الصوامع اللي يعني على احدث مستوى تكنولوجي. ده اكيد. هو طبعا انت عارف حضرتك الفاقد كان عندنا عالي قوي قبل استخدام الصوامع دي وان احنا ندخل في خطه قوميه، لان تقريبا يبقى كل المحصول بتاعنا داخل صوامع، ما يبقاش في شوارع مفتوحه او يبقى في العراء. ف يعني الموضوع ده له منظومه متكامله برضه. يعني بقول لحضرتك الموضوع ده ما هواش كده يعني، لا، نظام التخزين في الصوامع هو بيخضع لنظم كتيره قوي. اهمها طبعا درجه الرطوبه اللي داخل عليها القمح ده مثلا او الحبوب عموما، ازاي ان احنا نقللها، ازاي ان احنا بالنسبه لنا نضيف بعض الحاجات المواد الحافظه لهذا الرصيد او المخزون. فهي عمليه متكامله. طيب حبوب الغله بتستخدم داخل الصوامع ولا فقط مع الفلاحين؟ لا، بتستخدم داخل الصوامع طبعا، لانها بتستخدم لحفظ القمح بصفه عامه. يعني في حاجات بتيجي طبعا لما بنجيب جزء مستورد بيبقى جاي هو اصلا محطوط لعمليه التبخير، احنا بنسميها كده. يعني حتى لما بيجي مثلا اي حاجه من بره وبتاع يقول لحضرتك ايه، احنا هنبخرها. هي دي عمليه التبخير. هو التبخير ده بيتم بالحبوب اللي هو بيتم من خلال الحبوب. طب هل هي يعني بالنسبه لصحه الانسان امنه 100%؟ منظمه الصحه العالميه؟ تحويلها اكيد. اكيد ده ومعتمده في الفاو وكل طبعا ده كل ده، والWHO كل ده معتمدين، ومنظمه الصحه العالميه وكل الكلام ده طبعا ده ما فيش فيه يعني زي ما تقول تنازل، لا ده 100%. هل هناك بدائل؟ للاسف لا خالص. بدائل زي لا ما فيش. لا
موجوده ولا بالاسعار دي ولا لا، سعرها هي دي كويس لغايه بالنسبة النهارده. لنا؟ طبعا هي بتعتبر بالنسبه لنا اقتصاديه جدا، وحتى ما فيش بدائل، حتى لو اغلب كنا ممكن نجيبها ونستعين بيها بس مش موجوده. ده راي المختصين، يعني احنا ما جبنا المختصين سالناهم السؤال ده، سؤال واضح احنا ومباشر. بنتكلم بنناقش التقرير اللي صدر ايوه من بالظبط البرلمان. كده، بالظبط كده. قلنا لهم قولوا لنا بالظبط ايه البدائل، فقالوا لا، البدائل ما فيش بدائل، هي دي اللي لازم نستخدمها، بس نحسن استخدامها. بمعنى اصح طريقه التداول، الشركات اللي بتستوردها، كيفيه ان احنا نستخدمها، التوعيه بالنسبه ليها. انما استخدامها بصوره انها ممكن تضر بطريقه غير مباشره، ده ما حصلش. الضرر جه مباشر، يعني واحد ياخد الحبايه يبلعها، ده اللي حصل. فكانت عمليه انتحار مباشره، وده دي كانت ممكن يحصل فتاة من صغيرة اكتر حاجه. يعني ممكن من واحد يحط ايده في الكهرباء هيموت، من حوالي أكثر من سنة. في الفلاحين مثلا منتشره حكايه ان هو تحط جاز وتولع يعني في بعض الحاجات كده موجوده في سلوكيات ما هو الانتحار المجتمعات. ده يعني بتبقى حالة نفسية دي حاله بتوصل نفسيه الإنسان عايزه إن هو بالظبط يعني كده. يتخلص من بالظبط. روحه. لكن احنا بنتكلم عن هذه الحبوب، مش معنى ان حالة حصلت ان احنا برضو يعني ما نتكلمش عن الحبوب بشكل لا آمن. طبعا، لا لازم نحط الضوابط. ممكن تكون هي بس ده نقوص الخطر اللي ده. أكيد. لكن انا المهم عندي ان في الاستخدام تبقى آمنة على صحة بقى المواطن اللي بيستخدم الحبوب بعد كده. ده 100%. طيب بالنسبة لهذه الحبوب كمان التقرير أثار موضوع الاستيراد والبيع، وان هناك مفروض ان يبقى في تشريعات قانونيه لضبط حركه السوق فيها. بالظبط. بص حضرتك، الاجراءات دي مهمه جدا. القانون واضح لانه يسمح او لا يسمح بالشيء. يعني القانون بيحدد الاشتراطات معينه في عمليه الاستيراد مثلا، فالجهه المستورده لازم تكون جهه معلومه، تداولها لازم يكون من خلال مستندات معلومه. يعني انا بعت لمين ابقى عارف، كميه قد ايه معروفه، راحت فين نبقى عارفين، استخدمت في ايه نبقى عارفين، علشان خاطر الرقابه لما تشتغل، رقابه على المبيدات او الرقابه عموما بوجه العام، تبقى عارفه خط سير الموضوع ده مش ازاي، علشان نقدر بالتتبع ده نعرف نقطه الخطر فين ونعالجها. ده الايه اللي احنا كنا بنطالب بيه في اللجنه، ان يبقى في عندنا رقابه، ورقابه واضحه. وموضوع المبيدات عموما بوجه عام لابد ان يبقى فيه نوع من الرقابه الشديده شويه. فاحنا بصدد بقى مشروع لهذا القانون؟ لا احنا رجعنا مواد القانون، لان التشريع كافي. احنا بس الاجراءات بقى المتبعه ايوه تطبق بصوره يعني زي ما تقول اكثر انضباطا. أنا مع حضرتك يا مهندس عبد السلام جدا في هذا الانضباط، لأن ده طبعا مهم بالنسبة لنا، لأن الكمية كمان المستخدمة في كل يعني صومعة على حدة لازم تكون مضبوطة بالنسبة للفلاحين. أنا ما بتكلمش هنا على مشروعنا القومي اللي هو أكيد في مهندسين بيديروا هذا المشروع. طب احنا هنشوف مع بعض تقرير عن نبض الشارع ومناقشة مقترحات خاصة طبعا بلجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لتطوير منظومة الزراعة والإنتاج الزراعي بشكل عام، ونرجع نكمل حوار. تعد ظاهرة تناول حباية الغلة في الأرياف من الظواهر الخطيرة التي تكاد تودي بحياة الكثير حال عدم اتخاذ موقف واضح وصريح من الحكومة، والتي يتم تداولها في المحال التجارية فضلا عن الجمعيات الزراعية والعيادات البيطرية. يتم استيراد حبة الغلة القاتلة من الهند والصين، واسمها العلمي فوسفيد الألومنيوم، وتباع في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية تحت أكثر من 10 مسميات تجارية بأسماء مختلفة، وتعتبر من مبيدات التدخين، أي التي يخرج منها دخان أو غاز يتخلل أجواء المكان المغلق كصوامع القمح والغلال، فيقضي على الحشرات التي قد تتواجد في الشقوق، وهي مجرد غازات تتبخر بعد فترة دون أن تترك أثرا، ولكن الخطورة تكمن في التعامل معها دون وعي أو اتخاذ للاحتياطيات.
ويرجع خطورة حباية الغلة إلى أنها تتفاعل فور دخولها المعدة مع المياه والعصارة الحمضية، وتنتج بالجسم غاز الفوسفين شديد السمية، والذي يسبب حدوث حالة تسمم حاد. ولا توجد أعراض سريرية واضحة لهذا الغاز، إذ تختلف تبعا للجرعة ومدى التعرض لغاز الفوسفين، والذي يتسبب في وقف أجهزة الجسم تباعا مثل القلب والكلى والكبد. ولذلك يسمي الأطباء حبوب الغلة وغاز الفوسفين بالقاتل الصامت. ومن الأخطاء الشائعة في التعامل مع التسمم بحبة الغلة هو إعطاء المريض المياه، لأنه يساعد على سرعة التفاعل وإطلاق الغاز السام. بشكر طبعا كل القائمين على هذا التقرير، لان التقرير كان وافي. مهندس عبد السلام الجبلي، شفنا ان احنا يعني هذه الحبه بتقدم حتى للمشاهدين على انها الحبه القاتله، وده بيضع عبء على الدوله ان هي توعي، ان هي تكسر من الضوابط زي ما حضرتك قلت قبل التقرير. ده يتم ازاي؟ يعني ايه مقترحات بقى يعني اللجنه في مجلس الشيوخ لتنفيذ هذه الضوابط مع زياده الوعي؟ هو اهم حاجه احنا قلنا في بدايه اول خطوه استيرادها، والشركات المسموح لها بالاستيراد تكون مقننه ومعروفه وواخده موافقه بعمليه الاستيراد، مش اي حد يستورد. يبقى انا عشان ابقى عارف الكميه اللي داخله البلد بالظبط، ومش اي حد يستورد. لازم تكون شركات معروفه. الحاجه الثانيه ان بعد ما بيتم عمليه الاستيراد التداول هتروح فين؟ احنا بنوصي ان احنا لا تستخدم في المحلات، تستخدم من خلال جهات معتمده زي مثلا التعاونيات. يبقى توزيعها يكون من خلال التعاونيات او للصوامع مباشره. يبقى مفيش تداول تجاري. ممنوع التداول التجاري او نحد منه بقدر الامكان، لان ده الوسيله السهله للحصول عليه. الحاجه الثالثه ان احنا قلنا ووصينا ان لا تستخدم في صوره حبوب، نحاول نحولها لصوره غازيه، يعني تباع في صوره غازات ان امكن تحويلها من الحاله الصلبه الى الحاله الغازيه. طبعا واستخدامها في صوره الحاله الغازيه هيبقى ان شاء الله تعدي من جزئيه الخطر اللي احنا بنخاف منها، لانها حبايه ممكن اي واحد يبلع دمها. لو في صوره غاز ممكن يبقى درجه الضرر بتاع اكثر امانا. تمام. ده بالنسبه للاجراءات اللي احنا شفنا كلجنه نوصي بيها عشان نقلل من الخطر منها. احنا كده بنتكلم في نطاق خارج البيت. لكن احنا الى الان كل القضايا اللي يعني تعرضنا ليها او محاولات الاغتيال هي مش محاولات، هي بتبقى بتقضي انتحار تماما، لانها ما بتتلحقش الحبه دي للاسف. كلها داخل المنازل. ما هو حضرتك الحصول عليها بقى يعني حصلت عليها ازاي داخل المنازل؟ انها بتتباع في المحلات او في الصيدليات اللي هي او موجوده عشان الفلاح يستخدمها في الصومعه بتاعته ممكن. بس لحد ما الفلاحين بالنسبه لهم يعني هي استخدامها الاساسي بيبقى في الصوامع او بيبقى في المكان اللي هو ايه حفظ الغلال. حتى في بيوت الفلاحين لما بيحفظوا الغلال بيحفظوها في اماكن مغلقه. يعني لما بيحطوها حتى طريقه التخزين الحبوب في بيوت الفلاحين بيتحط في مكان مغلق وبتحط فيه الحبايه التبخير ده. انما هو لازم يحافظ عليها بقى، يعني بمعنى اصح ما يخليهاش زي اي دواء. لو في اطفال لو في حاجه ما نخليش الاطفال مثلا من تناول ايديهم. فدي عمليه مرتبطه بالسلوكيات ومرتبطه بالتوعيه ومرتبطه بالتعامل مع الخطر. هو جايز الفتره الاخيره او السنه اللي فاتت دي بالذات هي بتستخدم على فكره من سنين طويله قوي، ما ظهرتش بالصوره دي الا لما تحولت الى اداه انتحار. لما بدات تظهر في صوره اداه انتحار بدات، انما غير كده ما كانش لها اي ضرر.
طب هل في مثلا حملات توعيه مثلا انتوا تبنتوها بحيث ان يبقى بالتعاون طبعا مع وزاره الزراعه يبقى في ناس بتنزل للمدن او للحقول والقرى ان هي توضح لهم مخاطر هذه الحبه؟ لان طبعا ده حصل ليه؟ لما حصلت يعني ليها حالات فوائد الانتحار، عارفين ان هي بتحافظ على 40% ما من محصول هي الحبوب، بس لما المخاطر بقى. ما لما حصلت حالات الانتحار دي بالتبعيه حصل فعلا حملات توعيه من الجميع، من ضمنها حتى طبعا الجامعات الزراعيه وكل الجهات ووزاره الزراعه طبعا ووزاره الصحه دخلت في الموضوع، لان كل الجهات حست بالخطر لما حصل حالات الوفاه وحصل حالات انتحار منها. طبعا كله بدأ يتكلم فيها، بدليل ان احنا قاعدين اهو مثلا في البرنامج سيادتك حضرتك مثلا حسيت بأهمية الموضوع نتيجة ان فعلا حصلت حالة انتحار. هي لا في كل المجتمع النهارده عشان اكون حياديه بقى تماما واخد باله تجاه هذه الحبه. يعني لان طبعا يعني برضو الواحد بيخاف. طبعا. هل كمان في توعيه بكميات استخدامها؟ يعني انا بقى داخل الصومعه او داخل المكان اللي هحفظ فيه الحبوب في توجيهات وتوعيه من قبل الارشاد الزراعي ان ما استخدمهاش بكثره مثلا؟ هو لسببين. اولا هي ضوابط الاستعمال بقى. بالظبط. بس في نقطه انا بطمن حضرتك منها في النقطه دي تحديدا، هي مجرد ما بتتحول للحاله اللي تتفاعل مع الهواء وتبتدي تبقى بخار. تمام. البخار ده بيروح اثره ايا كانت كميته، يعني بيتحول الى شيء غير ضار بالمره. فهو الفكره كلها الفكره في عمليه تحولها ده من صوره صلبه الى صوره غازيه. مجرد ما بتتحول خلاص بتنتهي الاثر، فمفيش فينا اي خطر كان الكميه، ايا كانت الكميه مفيش خطر منها خالص. يعني انا برضو برجع لتاثيرها على الغلال نفسها، بالتالي علينا هي بقت معروفه مثلا انت بتخزن قد ايه كذا، خد حبايه خد اتنين، يعني دي حتى في عمليه صرف عامله زي صرف الادويه كده مثلا، انت عارفه ازاي معدل الاستخدام ايه، معدل الاستخدام انت هتعمل ايه، اعمل كذا خد كذا. يعني حتى طب هل في سوق سوداء للحبوب دي؟ لا في الفتره اللي فاتت ما كانش فيه، لان كانت الكميات اللي بتيجي كانت كميات كافيه وبتزيد. لا ما فيش مشكله وبالعكس ممكن يبقى في فائض للسنين الثانيه، ممكن تلاقي مثلا في رصيد موجود النهارده الموسم اللي جاي. يعني ما عندناش ازمه فيه. لا خالص. يعني بالنسبه حتى للدولار حدش اشتكى حدش اشتكى منها خالص. فما فيش اشتكى ان في نقص. في نقص. طيب مهم بالنسبه لنا كمان نعرف بالنسبه ل يعني اخر ما تم في اللجنه بقى بتوصيات زياده وعي وزياده ضوابط، هل في توصيات اخرى خاصه؟ احنا حاولنا نتكلم مع الجهات البحثيه انها تجتهد في ايجاد بدائل. يعني احنا قلنا لهم لازم يكون عندنا رؤيه لبدائل، مش معقول نفضل موجودين كده ما عندناش بديل لفوسفيد الالومنيوم يعني. تمام. ف وعدونا ان هم بيشتغلوا عليها جامد، بس برضه اقول لحضرتك على حاجه، هو مستورد، هو مش منتج محلي على فكره. ما احنا التقرير قال ان هو ما انا بقول لحضرتك يعني من الصين والهند. من الصين والهند مينلي هم دول يعني الموردين الاساسيين للفوسفيد الالومنيوم هم الصين والهند. تمام. فاحنا بنحاول نلاقي بدائل. اكيد في دول ثانيه يعني بتستخدم وسائل اخرى، يعني في تجارب اكيد مختلفه. يعني هو لغايه النهارده دول حتى روسيا مثلا لانها ليها باع طويل في الحبوب، امريكا اكيد ليه بدائل. ما كل بلد حسب نوعيه الحشرات اللي فيها وحسب نوعيه الاحتياجات بتاعتها. في بلاد بتحتاجه وحاجات لا، بس بلاد كتيره في العالم اللي هي استخدمت لنوع الحشرات اللي بيجي عندنا زي السوس وزي الحشرات دي، ده بيستخدم فوسفيد الالومنيوم. يعني احنا ده المعتمد او ده الشيء اللي احنا معتمدين عليه بقالنا سنين طويله على فكره. وبقول لحضرتك هو كان تبلي كلمه تبخير، يعني يقول لك احنا هنبخر الصوامع، وحتى لما كان تيجي مراكب مثلا فيها بعض الحشرات كانت الحجر الزراعي يقول يا جماعه مش هدخلها البلد الا لما تقوموا عمليه التبخير الاول في المواني. فكان يتم التبخير في المواني وبعدين هنشوف هذا التقرير بقى ونرجع بقى للجدل المثار اعلاميا دلوقتي وتاثيره كمان على هذه الحبوب وعلى كمان يعني المخزون الخاص بنا من الغله. نشوف هذا التقرير ونرجع.
شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ مطالب نيابية بضرورة وقف استغلال حبوب الغلال والبحث عن بديل لها وتكثيف التوعية الإعلامية على مدى خطورتها وكونها قاتلا سريع، بالإضافة إلى تجريم بيعها في المحلات التجارية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لمناقشة اقتراح برغبة مقدمة من النائبين نصيف حناوي وحسين خضير بشأن استيراد وبيع حبوب الغلال التي يستخدمها الفلاحون في حفظ الغلال والأرز من التسوس. وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بزيادة عدد مفتشي لجنة المبيدات ودراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الزراعة فيما يتعلق بالرقابة على المبيدات وعقوباتها. كما أوصت اللجنة بتكثيف الحملات الإعلامية الموجهة لتوعية الشباب بشأن خطورة حبة الغلة. التقرير بيعرض التوصيات اللي انتوا يعني وصلتوا اليها في يعني لقائكم الاخير او في التقرير النهائي. تمام. بالنسبه لي استوقفني شيء ان في دور الرقابه ان لازم يبقى في مفتشين متوفرين للرقابه. هل اعداد المفتشين تكفي؟ هو اعداد المفتشين مش هنقدر نقول انها بتكفي بنسبه 100% عشان نكون يعني صراحه مع حضرتك، لان طبعا الموضوع منتشر على مستوى الجمهوريه وبتاع، انما احنا قلنا ايه؟ ان نحكمه من البدايه زي ما قلت لحضرتك في الاول. يعني لو بدانا الكنترول من الاول بالاجراءات السليمه من الاول، جايز المفتشين هنا هيبقى عندهم قدره اكتر على عمليه الرقابه بشكل افضل من الوضع الحالي. انما انها تطلق بيعها وعدم تجريم البيع بتاعها وتباع في المحلات، في كل المحلات. هل محتاج تشريع؟ تجريمها هو موجود بضوابط، تمام، لكن تطبيق القواعد يعني هي مجرمه؟ طبعا اي حاجه مبيدات مجرمه سوء استخدامها طبعا او سوء تداولها، ده جريمه. ده حتى التخلص من عبواتها دي جريمه، لان لابد من التخلص الامن من عبوات المبيدات عموما، لانها ممكن تبقى ماده قاتله. لا قاتله، يعني بتبقى ماده قاتله، بالذات لو مثلا اترمت عبوات مبيدات في المجاري المائيه تموت اللي يشرب منها اذا كان انسان او حيوان. المبيدات بالذات ليها ضوابط شديده، تمام. فاحنا عشان خاطر نقدر نظبطها قلنا والله احنا بالنسبه لنا نبدا منين؟ تملي البدايات احسن من المصدر، لان النهايات بتبقى صعبه. انما لو انا بدات من الاول ان انا اقول ان انا بحكم تداولها وبجرم تداولها في المحلات بحيث غير مسموح بيها، ده اللي احنا وصينا بيه، غير مسموح بيها في اي محل تلاقي حبايه التوصيات دي بتروح بعد كده بتروح لوزاره. احنا بيبقى الميزه عندنا اصل احنا المناقشه عندنا بتطلع التوصيات منهم. يعني احنا مش بنطلع التوصيات عندنا، احنا بنقعد بنجيب مسؤولين وزاره الصحه، بنجيب مسؤولين وزاره الزراعه، بنجيب المختصين في المجالات كلهم حتى لو كانوا خبراء لان معايا في اللجنه، وبنبتدي نناقش المواضيع دي. فبتطلع التوصيات من خلال الجهات التنفيذيه والجهات التشريعيه، ولو كان في شيء محتاج تشريع بنبتدي نقترح اقتراح برغبه نحوله الى اقتراح لقانون ويعرض على مجلس النواب ويقر وينزل في صوره قانون بتعديلاته. يعني حتى احنا عندنا القانون لما بيجي اما ان احنا نعدل بعض المواد فيه او نضيف بعض المواد فيه، تمام. فهو هنا بيحصل التعديل في القوانين. يعني ممكن كل القوانين موجوده على فكره، بس ممكن يحصل تعديلات. ايه التعديلات؟ ان انا نضيف شيء معين لو لقينا فيه ضروره لاضافته بنضيفه. فانتوا كده القناه الرسميه ان هي بعد كده هيطلع لوزاره الزراعه للاخذ بهذه التوصيات. بالظبط كده، بالظبط. احنا ما كلمناش عن اللجنه وعن ملفات اللجنه، فبستاذن حضرتك نكمل حوارنا عن هذا طبعا يعني الشغل الكبير اللي انتوا بتعملوه في حلقه قادمه. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا المهندس عبد السلام الجبلي عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الزراعة والري. شكرا لحضرتك جدا على وجودك معنا في تحيا مصر، ودايما نراكم في أمن وسلام الأسبوع المقبل بإذن الله.